برشلونة يحقق الفوز الأول هذا الموسم على أرض فياريال 2-0 في مباراة فياريال قدم فيها كل شيء في الشوط الأول وضيع كثير من الفرص، وتميز فيها حارس برشلونة بصد انفرادات كثيرة جدا وأخطاء كثيرة وفادحة من قلوب دفاع برشلونة. أوجد لاعب زي رافينها الحل بحل فردي ومراوغة، كسب ركلة جزاء وقدر يسجلها. وفي تدخل غبي جدا أخذ لاعب فياريال كرت أحمر في الشوط الأول، وهذه قلبت كل موازين المباراة، وتصدر برشلونة المشهد وقدر إنه يسجل هدف ثاني ويوثق فوزه الأول على ملعب فياريال هذا الموسم. فياريال بيقدم موسم أكثر من رائع ومستويات رائعة جدا، والمدرب بيقوم بعمل كبير جدا ولعب مباشر وسريع جدا، وكان لهم فرص كثيرة إذا كان قدروا يستغلوها كانت راح تفرق نتيجة المباراة، كان ممكن يسجل هدف واثنين وثلاثة. السنة هذه برشلونة، أتلتيكو مدريد، ريال مدريد الثلاثة قوة دفاعهم قائمة فقط على حارس المرمى، أما أخطاء الدفاع قاتلة في الثلاث فرق المتنافسين على الليغا السنة هذه. في النهاية قدر برشلونة بحارس مرمى أكثر من رائع، ووجود هانز فليك له إدارة الفريق بشكل ممتاز، والتغييرات اللي قدر يحسن في الفريق، ورافينها وقيادته للفريق في الضغط العالي في تغيير اللعب في رتم المباراة، وحتى في اللحظات الصعبة هو اللي يسجل الهدف. برشلونة مستمر في الصدارة.